بكم مشاهدينا الأعزاء وفي بيتي ملاك. بالتأكيد يمكن من فترة كبيرة وإحنا بندعم الحالات الخاصة وبندعم أصحاب الهمم. بنحاول نقدم لكم قد إيه إن المجموعة دي مش مجرد ناس موجودة وإنها تعتبر إعاقة للمجتمع، لا بنتكلم على إنهم فعلا دعم للمجتمع واكتشاف مواهب كبيرة جدا فيهم. احمد شرشر من الاصدقاء اللي احنا اتقابلنا معاهم قبل كده عمل معرض للفنون بايده هو لوحده، والمعرض ده تفاجئنا بيه كلنا، وهو يمكن في الثانويه العامه او قبل الثانويه العامه. جه ناس كتيره جدا للمعرض من اماكن مختلفه يشوفوا الابداع الفني لطالب من طلاب التوحد. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. ولو في يوم راح تنكسر لازم تقول واقف كما النخل باصص للسما، ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. تعال، مفيش غير الرقص اللي هيفوقك. قنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي انفرح، تداوي جرح اللي انجرح. يمكن البصمة اللي احنا بنقدمها النهاردة هي بصمة أكبر وأكبر، هي بصمة بأن أحمد هو أول طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب التوحد يدخل كلية الفنون الجميلة ويكون طالب منتظم فيها. ازاي وصلنا للمرحله دي ازاي وهنعمل ايه في الكليه؟ ده بالظبط اللي هندور بيه واللي هنكتشفه معاكم النهارده من خلال حلقتنا في بيتي ملاك مع والدته استاذه نجاة عبد الرحمن الصحفيه الزميله اللي موجوده معانا. اهلا وسهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك يا استاذ عبير. اهلا. وكمان احمد شرشر صديقنا العزيز اللي بنتقابل معاه للمره الثانيه النهارده. ازيك يا احمد؟ انت كويس؟ انت تقدر تسند ظهرك عادي والميكروفون هيجيب صوتك عادي. انت اخبارك ايه؟ فاكرنا؟ فاكرني كويس؟ طب كويس، عملنا حلقه مره قبل كده. مره اتنين، المره التانيه النهارده. اتقابلنا مرة قبل كده وعملنا معرض. شفنا المعرض الجميل اللي كان فيه الكوباية المكسورة اللي عملت بيها صورة على الحيطة، صح؟ يقول لك ايوه انا فاكرك. جميل، أهلا بيك يا أحمد. هنكلم ماما دلوقتي ونقول لأحمد ألف مبروك لانضمامه لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. يمكن ده أول طالب من أصحاب الهمم من ذوي التوحد أو المتوحدين بيدخلوا في كلية عملية زي الفنون الجميلة. كفاح كبير جدا من مع حضرتك لأنه يعمل معرض لوحده وإنه كمان يخش متخصص في كلية صعب قوي ان العاديين او اصحاب العاديه اللي موجوده في اي كليه تدخلها. كفاحك ده معاه ازاي؟
كفاح معاه ازاي؟ انا اكتشفت مهارات احمد من وهو طفل صغير عمر 2 سنين ونص. كان الاول بيشاور على اما يكون عايز يشرب او ياكل يشاور على الحاجه. بعد كده المشاوره دي اتحولت ان هو يرسم مثلا رسمه دايره طبق وجوه نقط يبقى هو عايز ياكل. يرسم مثلا شكل الكوبايه مش مظبوطه قوي بس معناه انه عايز يشرب، كان بيعبر من الرسم. اكتشفت ان هو عنده موهبه الرسم، فابتديت ان انا انميها فيه. بجانب بقى الصلصال كان يعمل برضو اشكال الحاجات من الصلصال شكل ساندويتش يبقى عايز ياكل ساندويتش. ابتديت اهتم بالجانب ده قوي. احمد عنده مرسم في البيت، ده من زمان قوي من هو صغير. احمد عمل اول معرض فردي ليه كان هو في اولى اعدادي. بعد كده توليت المعارض، بعد كده المرحله اللي صورته كان هو لي في اولى ثانوي، كان لسه داخل اولى ثانوي لما انتوا سجلتوا معانا. فاحمد انا اهتميت بموهبته لما لقيت ان هو بيمتلك الملكه دي، فليه بقى احرمه؟ ليه اتعامل معاه بنوع من الاهمال؟ زي بعض الامهات او الاباء بيعتقدوا ان الطفل ذوي احتياجات خاصه او المعاق ان ده مفيش امل منه مفيش رجا منه. لا بالعكس. اذا كان يعني اللي انا عايزه اقوله لاي ام او اي اب، انت لما بتشتري جهاز تلفزيون او اي جهاز جديد بتقعد تقرا الكتالوج بتاعه عشان تفهم تشغل الآلة دي ازاي. ما بال بقى ده انسان. هو الطفل مش معاق، الاعاقه عندنا احنا اللي مش عارفين نوصل للغه التفاهم بتاعتهم، مش عارفين نقرا الكتالوج بتاعهم. انا عشان اقرا كتالوج ابني انا درست، يعني انا درست علم نفس تربوي تربيه خاصه. اعرف انا مش عايزه حد يشتغلني، مش عايزه يجي حد يعمل عليا دكتور ويقعد يشخص لي في بعض ويعمل لي تحليلات وفي الاخر مش هتبقى سليمه. درست عشان اقدر افهم. من خلال دراستي قدرت ان انا اتعامل مع ابني وقدرت ان انا ابنيه. فالحمد لله قدرت افك اللوغاريتمات بتاعته، قدرت افهم اللغه بتاعته لحد ما قدرت اوصل ان انا انمي موهبه ابني واهتم بيه. قدرت اهتم بموهبه ابني وانميها. وبدات الحمد لله. هو يمكن حس بده، يعني هو في البيت تبص تلاقي انتاجه الحمد لله متعدد. يعني ممكن يرسم بالفحم زي كده، ممكن يرسم بالزيت، ممكن يرسم بالجواش اكريليك، بيعمل شغل نحت، بيعمل شغل اعاده تدوير. يمكن شفته في المعرض اللي هي تورتايه علم مصري من عجينه الورق. لقيته بيبتكر، عارفه بياخد كل حاجه هو شايفها بنظره غيرنا احنا. واحمد مش معاق، احمد محتاج لغه تفاهم او لغه خاصه بيه. في لغه خاصه لبتوع التوحد خاصه بيهم، اشبه باللغه الافريقيه. اللي يعرف يتعامل مع التوحد هيفهم لغتهم، هيفهم الولاد دول متميزين جدا، الولاد دول بارعين جدا. انما للاسف في اهل كتير، ده للاسف اللي انا اصطدمنا بيه لما جينا عشان نقدم في الجامعه. يعني احمد قبل بس ما ادخل في قصه الاهل دي، احمد امتحان قدرات في كليه فنون جميله، امتحن الطالب العادي، امتحان قدرات في كليه تربيه نوعيه فنيه، اللي هو امتحان برضو الطالب العادي في وسط اللجنه العاديه بتاعت الطلبه العاديين. ومع ذلك قدر ان هو اجتاز الامتحانات دي الحمد لله بتفوق، يعني في فنون جميله وفي تربيه فنيه نوعيه. اذا ابني ما عندوش مشكله، المشكله هنا في المجتمع المحيط اللي هو بيعتبرهم ان هم حاجات مهمله، اشياء مهمله ملهاش لازمه او ما فيش منهم رجا. لا بالعكس، اولادنا في منهم افاده. ويا ريت اقول لكل اب وكل ام، لاني انا اتصدمت لما عرفت ان كتير قوي من حالات التوحد، المفروض ان في عندنا 1.5 مليون حاله توحد في مراحل تعليميه مختلفه. الصدمه اللي انا وصلتني ان ما فيش حد بيكمل بعد ابتدائي. يعني بعد ابتدائي بتاخد الابتدائيه وبتكتفي او اعداديه وتكتفي، محدش كمل ثانويه عامه توحد غير طالب اللي هو اول ثانويه عامه السنه اللي فاتت اسمه مروان وحيد ابن محافظه الشرقيه، والسنه دي ابني احمد شرشر. الاثنين دول اللي اخدوا ثانويه عامه في تاريخ التعليم المصري. ده لان اهل كتير بياخدوا ولادهم يودوهم مدارس تربيه فكريه. ليه؟ عشان التربيه الفكريه بيدوهم مرتب شهري، وغير الهدايا العينيه، غير الحاجات اللي بيعملوها والشغل اللي بيعملوه بيبقى فيه عائد مادي. ففي ناس بتاثر الطريق، بدل ما تقول لك انا اتكبد وادفع فلوس، لا ده انا ابني هيجيب لي فلوس. طب ما انت كده بتقضي عليه، انت بتوديه تربيه فكريه وابنك ذكائه كويس، يعني الاي كيو بتاعه مرتفع، ده مش متخلف عقليا. يعني ابنك مش متخلف عشان تربيه في تربيه فكريه. تربيه فكريه هي مدرسه كويسه وتمام، بس الناس قدراتها غير كده، في قدرات غير كده. انما انت ابنك قدراته، التوحد ده مش اعاقه ذهنيه، التوحد فقط هي اعاقه في التواصل مع المجتمع، ان هو مش قادر يتواصل لغويا او بصريا مع المجتمع. طيب من 97% او 98 في
98 تقريبا في المية في الثانوية العامة لكلية الفنون الجميلة، مع امتحانه زيه أي حد موجودين في امتحان القدرات. ازاي تم بالفعل قبوله داخل الكلية لما عرفوا ان هو ذوي احتياجات خاصة او ليه حالة خاصة؟ قبلوه ولا لا؟ مشوارك ايه في الموضوع ده؟ لا، هو قصة ما رحنا نمتحن امتحان قدرات، كنا حجزنا قدرات تربية نوعية وفنون جميلة. لما رحنا النوعية قال لك ما بناخدش الحالات دي هنا. طب يا جماعة ما بتاخدوهاش، احنا بناخد صم وبكم، احنا عمرنا ما اخدنا حالات توحد. المهم العميد بصراحة دكتور احمد مخلص هو انسان محترم جدا وحد مهذب جدا. يمكن هو كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة دكتور احمد مخلص، واول حد يتولى منصب عميد، وهو اللي فتح قسم الصم والبكم في كلية تربية نوعية. دكتور احمد مخلص هو ليه هذه السابقة يعني. هو بصراحة قال لا خلاص يعني، وكانت حتى الموظفة معترضة فقال لا خلاص احجزي له ميعاد الامتحان، وتحدد لنا ميعاد امتحان كان بعد فنون جميلة بيوم. رحنا تاني يوم كلية فنون جميلة، استقبلنا دكتور احمد هانو عميد الكلية. بصراحة حد انسان فوق الوصف، انسان يعني، حد من خيرة الناس، حد راقي جدا. استقبلنا في مكتبه بنفسه، قدم لنا واجب الضيافه، دخل احمد، وصل احمد لحد اللجنه بنفسه فوق لجنه الامتحان، سمح لي ان اتواجد معاه. بس كانت المشكله ان ما فيش حد يعرف يتعامل مع احمد يعني، وده حقيقه يعني انا فعلا انا ادركت ما حدش هيعرف يفهم لغه ابني، ما حدش هيعرف يتعامل معاه. هي دي كانت وجهه النظر او الاشكاليه اللي موجوده. طب ابني لو نجح في قدرات ودخل، مين هيتعامل معاه جوه الكليه؟ هي دي كانت الاشكاليه. فدي كانت هتبقى عقبه في التحاق احمد سواء بكليه فنون جميله او تربيه نوعيه فنيه. وده اللي قاله دكتور احمد هان، ان هو متخوف من حته ان هو حد يقدر يتواصل معاه والمناهج هتبقى صعبه عليه. طبعا تدخل دكتور خالد عبد الغفار، طبعا انا بشكره، اللي هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الاعلى للجامعات. قال لك لا يوجد مانع قانوني من قبول الطالب طالما مجموعه وناجح قدرات من انه يلتحق كليه فنون جميله، وان ده ضد التشريعات الدوليه للجامعات، وان احنا ما فيش تمييز بين الفئات واخرى. بالعكس، واكد على ان في حق في التعليم الجامعي لذوي الاحتياجات الخاصه بجميع فئاتهم ومختلف اعاقتهم في اي كليه طالما مجموعهم يسمح بدخولها. يعني دي بصراحه بشكر عليها الدكتور خالد عبد الغفار على القرار ده او على التصريح ده. وبنتمنى بس ان هو يبقى فيه لائحه وقانون ينظم تعامل الولاد دول داخل الكليات، لان ده هيدي بريق امل لاباء وامهات كتير جدا، ويفتح الباب بعد كده الناس كتير تتشجع انها تدخل ولادها الثانويه العامه. ان في ناس كتير لما باجي اسالهم طب انتوا ليه ما كملتوش بعد ابتدائي او اعدادي، يقول لك اصطدمنا باللوائح، اصطدمنا بالقوانين، ما فيش تسهيلات، في تعقيدات، فاحنا مش قادرين، ما عندناش، مش قادرين نصمد. ما احنا ما عندناش طالب واحد يعني، عندنا مثلا اكتر من طفل، انما انا احمد الحمد لله ابني الوحيد، فالحمد لله انا مكرسه كل حاجه ليه. تعالوا بقى نشوف احمد والرسومات الجميله اللي رسمها. الرسم دي لدكتور متواجد حاليا دلوقتي في كليه الفنون الجميله اللي التحق بيها احمد، دكتور علي حبيش، هو دكتور النحت، استاذ في قسم النحت. قرر احمد انه يرسمه بالشكل ده. احمد، مين اللي في الصوره ده؟ دكتور علي. طيب طب انت رسمته؟ انت اللي راسم؟ عملت ليه؟ راسم دي انت انت عملت ليه؟ بقول لك عشان انا بحبه. بتحبه؟ عملت ليه؟ ربنا يحميك يا رب. بس جميلة الرسمة دي. انت تعرف ترسمني؟ انت بقول لك ايوه ارسم. جميل. اخد رسمة انا واحمد مع بعض، انا واحمد في رسمة. ان شاء الله يا احمد، ربنا يوفقك ان شاء الله، وترسم حاجات جميله جدا وانت موجود في الكليه، وتعمل نحت جميل جدا جدا، اتفرج عليه واصوره كمان في البرنامج. اتفقنا؟ بس تيجي الكليه. طب انا عايزه اسالك
هسألك بقى سؤال أخير، في انتظام أحمد في الكلية هل هتبقي متواجدة معاه في كل المحاضرات وهكذا، ولا هتسيبيه يحاول يكتسب خبرات منه في نفسه؟ ما هو انا هم بيقولوا دلوقتي مش عارفين نتعامل معاه، يعني هم مشكلتهم مش هنعرف نتعامل معاه، مش هنفهم لغته. انا ما عنديش مانع اتواجد او يوفروا مرافق تربوي ان هو يقدر ان هو يبقى اداة وصل. المباحثات دي هنقدر نعرفها قبل دخول الكلية إن شاء الله في عام 2020 أواخر 2020. هانو قال انا ما عنديش مانع انك تبقي متواجده معايا. دكتور احمد هانو عميد فنون جميله قال لي ما عنديش اي مانع تبقي متواجده معاه كمرافق تربوي، لان هو بصراحه حد متفاهم جدا معانا. أنا بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نشوف أحمد كبير جدا إن شاء الله في الرسم وفي الفنون. حلم احمد ليه عايز يدخل كليه فنون ومصمم عليها، وانا ليه حاربت عشان ابني يدخل كليه فنون؟ لان احمد عنده حلم. الحلم ده ان هو يعمل اكاديميه بعد ما يدرس الفنون، ان هو يعلم زمايله اللي زيه. بيقول لي انا عايز اعلم اخواتي اصحابي، ان انا اللي فاهمهم، انا اللي اعرف اعلمهم. جميل يا أحمد، ربنا يوفقك. نتي انت دي لي جميل، ربنا يوفقك ان شاء الله يا احمد. واحنا معانا مثال دلوقتي، نتمنى من كل ام وكل اب بيتابعونا دلوقتي وبيشوفونا عندهم نفس الحاله، ما تيأسوش، ما تقولوش دي الحاله الوحيده اللي هنبقى موجودين فيها كده. احنا هنكسر القاعده. مدام نجاة كسرت القاعده بكل صعوباتها، وبتحاول كمان تبدأ خطوة جديدة لما بعد ذلك، وكل اللي هيلتحقوا من ذوي الهمم في الكليات العملية. لا هتاخد ايه ولا كام وليه، ده العشق لو من قلب طالع العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. افتح خزاين ذكرياتك، شوف الصور والمس ضفاير بنت حلوة زي القمر، هتلاقي قلبك يرتعش حب وشجن، ويدوب يدوب بين الضلوع لو كان حجر. ولسه مشاهدينا الاعزاء مع عزيزنا احمد شرشر، اللي بالفعل بقى خطوه اولى في مجال الفن من ذوي الهمم. عايزين نتعرف اكتر على احمد من خلال شخصيه دعمته، شخصيه قامت بدور الراعي للفن الخاص به من البدايات. نتعرف اكتر واكتر على احمد من خلال وجودنا دلوقتي مع استاذ دكتور احمد ابراهيم، الوكيل الاسبق لكليه الفنون التطبيقيه جامعه بنها. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني انا في حاجات كتيره جدا حضرتك دعمت فيها احمد، رقم واحد الموسيقى، رغم ان حضرتك فنون تطبيقيه جامعه بنها. الفنون مع احمد بتمثل ايه؟ هو اولا انا عايز اقول ان الحلقه بتقوم على فكره ازاي احنا نجابه حاله الاعاقه من حاله سلبيه الى حاله ايجابيه، لانها بتمثل عشرات من الحالات الانسانيه اللي عايشه معانا في المجتمع، واحنا لنا دور تاني غير الدور العملي ان احنا نهتم بيه انسانيا ثم علميا، يعني بالطريقه او اعلاميا برضو، عشان اخواتنا اللي هم موجودين دلوقتي في بيوتنا المصريه يحسوا بالامان وبنظره الامل ان حاله احمد دي ممكن يبقى ليها كذا طريق او فجر جديد نطلع منه انسان، لانه هو اساسا بينا رساله الهيه.
ازاي بقى ارتباط حضرتك باحمد؟ ابتديته ازاي وتعلم من حضرتك ايه وتبنيته في ايه لغايه ما وصل لكليه فنون جميل؟ الشكر والتحية لوالدة أحمد، لأنها قدرت بذكائها الاجتماعي تقدر تحوطه بحديقة من ورود الناس اللي حواليه اللي هم يحسوا بيه، أو على الأقل يمتلكوا لغة التفاعل معاه. وده تحية ليها ولكل أم مصرية دلوقتي هي في بيتها يعني رسالة ناحية هذه الحالات. وده فتح المجال ان انا باعتباري كنت فنان تشكيلي ومربي واستاذ جامعه و فكانت حاله احمد بالنسبه لي رساله من ضمن الرسالات. فلما قعد معايا اتوجد الحس الانساني ان هو عايز حد يفهم لغته او يحس بيه بغير طريقه كلام. فمدخل الفنون كان قاب قوسين او ادنى، يعني لما لقاني بعزف عود وبغني بدا يحب اغاني معينه. لما بدات اروح معاه المعارض ويحس بصدى النتاج ده عند استاذ او كده، فبدا تقارب روحي بيني وبينه. فكانت المستقبلات منه ليا سهله جدا، واصبح في لغه تعامل معاه على اساس ايه. وجدت سهوله بعد كده وتعود عليا. ودي روشتة علاج بصراحة إنسانية في المقام الأول، لأن أحمد هو رسالة من ربنا. أولا هو إنسان مكتمل الأحاسيس، مكتمل الرجولة، وشاب جميل وبيشعر. أنا عايز أقول الإنسان لما ربنا بيحرمه من حاجة بتبقى قوة شعوره بنقص هذه الحاجة قوية جدا، والعاطفة عنده شيء كبير. فأنا دخلت له من مدخل عاطفي وبدات احس ان هو بيحب الموسيقى. فلما عزفت قدامه بالعود واحب اغاني معينه كان بيرددها معايا، وبدا ايه صحوبيه. يعني بدا كده ايه صحوبيه، احس الطالب بتاعي وانا استاذه، انا بابا انا اخوه. المهم ناحيه الانسانيه جمعت، واشتريت له عود وبدا هو ايه اغني له الاغاني اللي هو بيحبها. فبدا يتجاوب معايا. فاللغه هنا اللغه اللفظيه كانت مدخل عن طريق الموسيقى. قدر فعلا احمد انه يجيب التون ويجيب النغمات ويجيب ال العزف القريب من النغمه اللي مطلوبه بالنسبه للاغنيه. هو ده تمهيد كويس، بس قبليه في نقطة مهمة جدا. أحمد اقتنع بإن الملقن ليه أو اللي بيستقبل منه فهمه، فاداله نوع من الارتياح النفسي وبدأ يتفاعل معايا. فلما جبت له العود وغنيت له الأغاني بدأ يغني معايا وعايز ينطق ونرددها. ودي بدأت لغة كمان عشان مامته تتعامل بالحاجات اللي بيحبها. ما هو في حاجات هو بيرفضها، او في حاجات خطيرة جدا بيجد ان المجتمع بينظر له نظرة قصور، ان هو يعني مش فاهمه ومش حاسس بيه. ودي مشكلة يعني عايزة ذكاء اجتماعي في التعامل مع احمد. فجبت له العود وبدأ يغني. بدأت اروح المعارض بتاعته. بدأت مامته بمجهودها الكبير تبقى وصلت همزة وصل بين الحاجات الهاربة، الأحاسيس الهاربة. فالواحد بدأ يبص للوحاته، والرموز داخل لوحاته بتعبر عن أحداث درامية هو يا عيني مختزلها بيطلعها أو بيلاقيها في الإعلام. بدأت أدواته من هنا، بدأت لغة الفن كموسيقى أو كفن تشكيلي إن هي إيه مدخل للعلاج الروحي أو الإنساني لحالة أحمد. طب انا عايزه اقول لحضرتك، هل يا ترى في المستقبل ممكن نقابل كليه الفنون التطبيقيه بتحذو حذو كليه الفنون الجميله في اختيار ذوي الهمم كاعضاء او كطلبه موجودين معاهم داخل الكليه، مع العلم انها كليه صعبه محتاجه كميه نظري كتيره، رياضيات وهكذا، ولا هيبقى صعب التعامل معاهم؟ بقول لحضرتك ان المعلم او استاذ الجامعه بيلتزم بمنهج ومقرر دراسي، بناء عليه بيقيم الطالب وهو بيتقيم على وصوله للنتائج. فاحنا هنا في يعني في حتميه على اني انا لابد التزم بالمقررات العلميه. نطلع لسقف الموضوع فوق. انا عندي اللي بيشكل كل هذه الخريطه والمجلس الاعلى جامعات بيشوف كل هذه الحالات وبيتخذ فيها قرارات. انا ما اقدرش اخد قرار في حالة احمد الا اني ابسط لغة توصيل المقرر الدراسي ليه. نقدر نقول في امل؟ في امل طبعا. اصل بص هي رسالة كونية. يعني هو انا عايز اقول لك الانسان ما بيشتغلش بالمزورة. الانسان ليه عمل مكلف بيه وليه عمل ايجابي اضافي، ده اللي بيثبت كفاءته. فانا كاستاذ جامعه انا برضو بيجي لي ناس ما عندهمش الاعاقه بتاعه احمد، ولكن عندهم قصور في توصيل المعلومه او مش قادر. فهنا برضو استاذ الجامعه لابد ان يكون عنده مرونه
في التعامل مع المنهج لهذا الانسان، لانه هو روحه وعنده احاسيسه، فبدخل له من مدخل الاحاسيس وبفهم هو بيحب ايه، وبتلاشى النقط الاعاقه اللي هي بتعوق تعامله معايا. يعني هو بيحس بان في حاجات معينه ممكن انا اعملها تضايقه، فلازم افهم الحاله، ودي عايزه درايه وعايزه تدريب. وانا بنادي هنا بقى ان لابد ان الكليات طالما التنسيق بيسمح بوجود هذه الحاله في تعليمنا، لابد ان يكون نوع من المرونه تقبل حاله احمد بايه، بان المنهج الملزم لابد ان يكون له تبسيط. يعني انا مش عايز اطلع احمد معيد او دكتور، بس عايز اوصل له الجرعه اللي هو بيحبها من خلال المقرر. واحنا عندنا المفروض 50% من المقرر لابد ان يدرس، دي مسؤوليه. انما حاله احمد ممكن انا ابسط له، لو انا بديله 8 مشاريع اديله 6 مشاريع. اكتشف هو بيحب الوان ايه. انا بالنسبه كفنان تشكيلي بيحب لوحاته يشتغل ازاي، يرسم ولا ان هو يلعب بالمجسمات وبالطينه اللي بيعمل منها التماثيل. هو لابد من وجود وعي كامل للحاله قبل التعامل معاه. يبقى انا قدام مشكلتين: المشكله الالزاميه انا كاستاذ جامعه بالمنهج المنوط بتنفيذه، المشكله الثانيه ان انا افهم حالات الطلاب. ما كل الطلاب اللي عندي مش بمستوى تاهيلي واحد او بقدرات، فبرضه لابد ان يمتلك المعلم، لان هو مربي. المعلم لابد ان هو يمتلك تتبع الحاله، بحيث ان هو يقرب المفهوم، يتعامل معاه انسانيا الاول، وبعدين واحده واحده يعامله بالمقرر، واحده واحده بس هنا في مشكله انا عايز اسيرها، وده السؤال المفروض: ما هو الشخص اللي احمد بيحتاجه دايما في مواقفه؟ لان ده سؤال مهم، وهذا السؤال انا بقوله دلوقتي بالنسبه للام مدام نجاة هي كانت فعلا واقفه معاه فتره جدا، ان هي وصلة همز. لابد ان تكون مرجعيه احيانا عن كشف الحاله المزاجيه لاحمد. خاصة ان احمد بيختار نماذج معينة من الاشخاص، وبيتم وضعهم داخل الاطار الخاص بيه او داخل الحياة الخاصة بيها، من خلال رموز، من خلال صور، من خلال شخصيات وهكذا. فهو احمد اللي بينتقي اساسا المجموعة اللي تدخل دايرة حياته. هي في نقطة هنا للام مهم جدا ان احنا ان هي عندها اسرار التعامل والنشوة عنده والفرحة وان هو اول حاجة ما يحسش ان عنده قصور. لابد ان نشعره ان هو انسان عادي زينا، بس طريقة التعبير بتاعته فيها اعاقة. انما مجموعة الاحاسيس الموجودة والتكوين النفسي بتاعه هو عادي، بدليل ان هو اجتاز مرحلة الثانوية العامة وذاكر وانجز وجاب مجموع. الله، يبقى في مدخل هنا. فهنا لابد من فهم الحالة، وبالتالي يحصل حالة من التكيف. وانا بنادي هنا، اولا بشكر وزير التعليم العالي على انه برضو كان على مقربة من حالة احمد وتفاهم الناحية الانسانية، وان هو وصل لمرحلة المفروض الدولة تكمل له بقى. اصل نقف عند منتصف الطريق يبقى احنا ما حققناش الهدف، وخاصة ان هو داخل على مرحلة كمان اكبر، يعني شاب وراجل كده. مشروع فني. انا بشكر السيد الدكتور وزير التعليم العالي، واقول له ان انت برضو بتفتح المجال ان احنا نشاركك. احنا في المطبخ والحلقة قدامنا، احنا برضو بنحاول نقرب الريزلت بتاع الترم والنتائج بتاعت احمد. اذا كانت مشجعة، وانا بقولها هنا كأمانة بقى، ان هو يتعدى الحالة من 50%، يبقى احنا نجحنا. لان هو هيصعد سلم تدرجي في التعليم. طبعا هنقله ازاي للمستوى الثاني والمستوى الثالث، وبعدين هو بيحس بالثقة كمان، هو بيشعر بالتقدير. فانا بشكر، وبشكر برضو المجلس الاعلى للجامعات على طرح هذه المشكلة، لان الاعاقة مش احمد بس، ده في عشرات موجودين عندنا في البيت المصري. طيب دكتور احمد، بالنسبه برضو للنماذج اللي ممكن انها تنافس في الفتره القادمه، نموذج يمكن كلنا بنبقى يعني صعب ان احنا نتخيل او نتصور ان كفيف بيوصل لدرجة ان هو يصور بالكاميرا او باي شكل من الاشكال مناظر اللي موجودة حوالينا. هذا سؤال جميل جدا، ولكنه يستوجب نرجع ورا ويبقى عندنا وعي بالحالة. هي مش اول حالة في الكون. في هذا الموضوع حكمة الهية.
يعني هو انسان موجود بينا ومشاعره موجوده، ازاي عنده طاقه. السؤال هنا عنده طاقه، كيف نسير بهذه الطاقه الى ناحيه ايجابيه؟ هذه الناحيه الايجابيه هتعدل كتير قوي من تصرفاته اللي بره. يعني هيعرف يشتغل ازاي وينتج ازاي، يحضر معارض، بيقابل جمهور، بيسجل في الاعلام، وفي نفس الوقت كمان ليها بعد نفسي عند الام، انها ما تحسش بالاحباط في فتره من حياتها قطعت شوط معاه ووصلته المرحله دي. فلما تحس ان في اهتمام بهذه الحاله، او ان احنا موجود بصيص من الامل انه يصعد، ده برضو مهم للناحيه الاجتماعيه للام والاسره وكله. بالتاكيد، والمصر كمان لاكتشاف مواهب كتيره موجوده فيها. هو انا هضيف حاجه، هو المفروض احنا كاساتذه الجامعه انا مبلغ بمقرر دراسي لازم اعمله، بس في جزء اجتهادي عندي انا لازم اقدمه. خبراتي اللي فاتت لازم احاول اصنع منها مقدمه كويسه، اطلع من احمد بعد سنه تاني او سنتين ان شاء الله نتيجه مرجوه، وبعدين هي نتيجه رساله انسانيه. هو موجود بينا واحنا مسؤولين عنه وعايز ينجح، وده طريقه الوحيد للنجاح كمان. لو سحبنا منه يعني هذه الروشته، لا يبقى كده خلاص ضد الموضوع بقى. يبقى العلم اللي عملناه في الإعاقة والمدرسين ربنا الأذان دلوقتي هيرضى عننا، لأن هي رسالة من عند ربنا قبل أي شيء جدا. وأنا بشكركم في البرنامج فعلا لطرح هذه الإشكالية. هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني، بقى ليها طعم جديد غير لي أيامي. هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني، بقى ليها طعم جديد غير لي أحلامي. مين اللي غير شكل كل الحياة قدامي؟ مين اللي غير حلم كل السنين قدامي؟ مين اللي طمن روحي وجروحه قواني؟ بشكر احمد، بشكركم مشاهدينا الاعزاء على حسن المتابعه. بتمنى التوفيق اكتر واكتر لذوي الهمم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وفي بيتي ملك.